السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. زهقتوا بقى من صواني المحمر والمشمر وكل الصواني الدسمة التقيلة كده طول شهر رمضان؟ تعالوا بقى نبتدي كده في الاواخر نعمل اكل سريع ومنجز عشان عندنا حاجات كتير لازم نخلصها. النهاردة عملنا شوية حواوشي كانوا في الانجاز كده، سهل وبسيط وكان طعمه خطير. بتمنى تجربوه ولايك وشير لو عجبكم الفيديو، ويلا بقى عشان احنا ايه مستعجلين. هنا كمية اللحمة زي ما حضرتك تحبي. انا هنا كان معايا نص كيلو من اللحم المفروم، اي نوع لحمة مفرومة. ومعايا هنا بصلتين كبار كده، حضرتك زودي كده في البصل ما تستخسريش، بيدي طعم جميل وبيزود الكمية. ومعانا هنا قرنين فلفل سبايسي وقرنين فلفل عادي. هنزل اول حاجة في حضرتك تجيبي كبتك وانزلي بالبصل، اضربيه ضربا مبرحا. حلو كده. بعد البصل هننزل باللحم، انزلي برضو اضربيها مع البصل لحد كده كلها ما تندمج كده مع بعض. وبعد كده انزلي بالفلفل. حلو كده، اديله ضربة كمان. احنا عايزين كده ايه، نقعد نضرب فيه كده لحد ما ايه ما يتعب. خلاص ضربناه، هنبتدي بقى نضيف بهاراتنا في نفس ذات الكبة. احنا مش فاضيين يعني. شوية فلفل اسمر، بصي البهارات الاساسية فلفل اسمر وملح وشوية كزبرة ناشفة، بس كده. حضرتك عايزه تدلعي شويه، هاتي كيس بهارات حواوشي، بيدي طعم وتست عالي قوي. ما عندكيش ولا تزعلي نفسك خالص، هي البهارات اللي احنا قلناها. معلقه صغيره من الفلفل الاسود، شويه ملح، شويه كزبره كده بس. حلو قوي، مش بيبقى محتاج شويه بهارات لحمه لو عند حضرتك. خلاص كده ضربنا وخلصنا وظبطنا ملحنا. هنا بقى عايزه تدلعي اكتر، عندك حضرتك معلقتين سمنه بلدي، حطيهم على شويه زيت وكده، يعني خليهم على الفرن، خليهم على البوتاجاز يفكوا كده. وبعد كده عشان هندهن بيهم. وهنا العيش انا بجيبه جاهز بريح دماغي، يعني بتروحي للفران بتقولي له انا عايزه عيش حواوشي، هو بيديهولك ما بيبقاش مستوي سوا كامل. حلو، هو يعني مخصص للحواوشي. هتجيبي بقى اللحمه بعد ما ظبطيها كده وهتبتدي تحطيها في الارغفه، بس مش ما تمليش الرغيف عشان يستوي معاكي ويبقى كويس، وعشان كمان نزود في الكميه. طيب عايزين بقى ندلعه شويه كده يا رودي عشان الصيام. حلو قوي، هاتي بقى اي نوع جبن عند حضرتك، موتزاريلا، اي نوع جبن. وبعد كده ابتدي بقى احشي مع يعني احشي طبقه لحمه وحطي بقى طبقه من الجبن. مش عايزه اقول لكم بيبقى ايه خطير. خلاص كل رغيف حضرتك هتحشيه، هتقومي كده بفرشه او بايدك عادي يعني، تقومي دهناه كده بالايه، بالخليط اللي احنا قلناه، سمن على زيت. ما عندكيش سمن يبقى زيت، ما عندكيش زيت يبقى سمن، عندك سمنه بلدي يبقى ايه خطير. حضرتك هتدهني الارغفه كلها بعد ما تحشيها. وقلنا ما تكتريش كده في اللحمه، ما تبقيش كريمه في اللحمه علشان يستوي معاكي ويرمي كميه. خلاص كده خلصنا كل الكميه. بعد كده في بقى طريقتين للسوى الحواوشي. عايزه تريحي دماغك يا ست الكل، هاتي صاج ورصيهم فيها واعلى درجه حراره في الفرن، حطيها ما بياخدش تلت ساعه عند حضرتك وهيكون مستوي. في طريقة تانية، بتجيبي الجريل وتسخنيه جامد. حضرتك احنا دهنين هنا الأرغفة بالسمن والزيت، انزلي بقى كده وقفي قلبي شمال ويمين 3 دقايق هنا و3 دقايق هنا بيكونوا خلصوا. انا بصراحة كنت حاطة جريل وكنت حاطة جريل كمان علشان ننجز كمان ونخلصه كله في وقت واحد ويبقى سخن. انا حطيت في الفرن وحطيت فوق الجريل، اللي يريحك اختاري الطريقة اللي تريحك. انا عملت الاتنين على فكرة، حطيت في الفرن وحطيت على الجريل، وطلع بقى بالعظمه اللي حضراتكم شايفينها دي. بجد كان خطير، قرمشه وطعم وانجاز وتوفير. ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. حلوين، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.